فوق فوق، هذا السعودي فوق فوق. في ظل كنق المملكة سلمان والعز دركه والمجد دربه يسلكه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. النهاردة إن شاء الله هقول لكم فكرة علافة جديدة غير العلافة التقليدية اللي قدامنا ديت. العلافة ديت ممكن تنكسر بسهولة جدا، وإن هي تهدر مننا العلف. أدي الكسر اللي موجود فيها ولازقينه اهوت. وممكن الفراخ تروح قلبها كده تروح مهدرة العلف كله، او ان هي تنبش فيه وتروح مهدرة العلف اللي موجود ده. طب فكرة علافتنا الجديدة ايه؟ هي علافة طولية صاج زي ما انتوا شايفين كده. العلافة ديت عبارة عن صاج، بنجيب صاج بمقاس 30 سنتي على الاقل كده، بنبروزه بالخشب ده، وبعد كده نعمله نتنيه بحيث ان هو يعمل معانا الكيرف اللي جوه ده، ونثبته بالدعامات دي. الدعامات ديت بتخليه يثبت بقى كده. ادي الدعامات ايوه، بتساعدنا ديت ان هي ما تنكسرش، ان هي بتخلي الفرخة او الفراخ ما تهدرش، لان عندنا في حزة اهوت ما بتخليش الفرخة مهما تنبش او تعمل، ما بتخليش العلف ينزل على الارض ابدا، وان هي بتحط يا دوبك راسها وتاكل منه. ديت برضو ميزتها ان هي ما بتنكسرش. العلافة ديت عمرها ما تنكسر، وان هي تفضل معانا، وان هي بتقضي عدد كبير من الفراخ وهي بتاكل الفراخ. تعالوا بقى نشوف لما نثبتها ازاي، ونشوف الدواجن والفراخ وهي بتاكل منها وما تهدرش ولا تكسرها ولا كده. ادي حضرتك احنا ثبتنا العلافات، لسه ما حطيناش العلف فيها. الفراخ مستنيه بقى ان العلف يتحط فيها علشان تاكل. ادي العلافه الاولى، وادي العلافه التانية زي ما انت شايفه. لسه بقى هنحط العلف فيها. ادي حضرتك العلف، هنحاول نحط كده العلف في قلبها اهو. ادي العلف بقى جوه اهوت. شوفوا الفراخ، اول نشوف العلافه التانية. بنحاول ما نحطش علف كتير على اساس ان هو العلف يكون صابح كل شوية، صابح. حضرتك بعد ما علفنا الفراخ راحت تاكل من العلافة الطرية الجديدة بكل سهولة جدا. بتاكل وما تحطرش خالص، هي تحط راسها موجودة جوه، ومهما تنبش او تعمل ما تحطش اي علف خالص. اتمنى ان هذه الفكرة احسن من العلافة التقليدية اللي هي ممكن تتكسر او ممكن تتقلب او ممكن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا السعودي فوق فوق.